انا شخصيا مدمنه بيبسي وكوكاكولا، لدرجه ان انا لما كنت عيانه الدكتور لما منعني منهم كنت قعدت اعيط وجالي اكتئاب، فقال لي اشربي بيبسي في عز عيايه، يعني انا باخد دواء وبشرب بيبسي. قال ان نسبه الكافيين اللي في الدم خلاص خلتني كاني مدمنه بيبسي، لان انا متربيه على البيبسي من وانا في اعداديه بشرب بيبسي كل يوم. فلما جه موضوع المقاطعه حسيت ان دي حاجه صعبه عليا قوي وهتيجي عليا انا وهتقف عليا انا. بس لما كنت بروح اشتري بيبسي من السوبر ماركت كنت بحس ان انا بعمل حاجه غلط. انا حاسه ان انا لا ما اشتريتش من ساعه ما قالوا مقاطعه، انا ما اشتريتش، كنت حاسه ان انا بحارب نفسي. وبدات فعلا ان انا ادور على بدائل البيبسي، مع ان كان في دماغي ان مفيش بديل من البيبسي ولا في بديل لكوكاكولا، هي ده مفيش زيهم. لحد لما لقيت المنتج المصري سبيروس باتيس. طبعا احنا صعب على لساننا شويه لان على فكره هو كان من زمان جدا، بس احنا الجيل بتاعنا ما ترباش عليه. احنا اشترينا سبيروس باتيس بعد ما لفينا عليها الكره الارضيه، علشان هو كان عباره عن مصنع صغير، بس هو الحمد لله طور من نفسه ودلوقتي هيعمل كنز كمان. كان طالب شباب للعمل علشان المصنع بدا يتطور، وهو دي الارزاق، يعني الواحد لما بيسعى بيلاقي النتيجه، والنتيجه بتبقى مفاجاه. وفجاه الناس افتكرته وبقى ترند، والناس كلها بقت تقول فين سبيروس باتيس، فين سبيروس باتيس. فانا بقول لكم اشربوا سبيروس باتيس وجربوها، في منها انواع كتير وطعمها حلو، مش هتندموا. انتوا عارفين انا ما بقولش اي كلام. يلا سلام. خلينا في المنتج المصري وخلينا مقاطعين لحد النهايه.